السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وفي بيتكم عمرانة ومليانة بالخير ان شاء الله. آه انا لقيت عندي وركين كده، فمش عارفة كنت اعمل بيهم ايه، فقطعتهم كده. تعالوا بقى نشوف هنعمل فيهم ايه. انا جبت كده طاسة فيها زيت، حطيت شوية زيت كده ونزلت بيهم ايه، ياخدوا ايه تشويحة كده او تحميرة كده حلوة بالشكل ده. هنحمرهم ونخليهم ياخدوا لون يعني بالشكل ده. قلبي فيهم، ولا هنسلق بقى ولا هنحط في الفرن ولا اي حاجة بالشكل ده. والله يا جماعة احنا بأقل التكاليف ممكن نعمل حاجات حلوة قوي، يعني بأقل الامكانيات يعني. هما خدوا الوش الحلو ده معايا، رحت شايلاهم من الزيت، ومكان ما حمرناهم كده هننزل ببصلاية كبيرة متقطعة جوليان او متقطعة شرايح يعني بالشكل دوت. وهنقلبها شوية مع شوية البهارات اللي احنا هنحطها عليها، ملح وفلفل وكمون وكزبرة وبصل بودر وتوم بودر، كل دي معالق صغيرة. وهنشوحها كده، دبلت معانا البصلة شوية، هننزل بالبهارات كده، هنقلبها كده شوية مع البهارات. وبعد كده ايه، ننزل هننزل تاني بالفراخ، هنرجع بالوراك عليها تاني بالشكل ده. هنرصهم فيها يكملوا بقى ايه تسويتهم مع البصل. هننزل بقى بكوباية مية ونخليها بقى كده لغاية ما تستوي. وايه كل شوية تقلبيها ايه، على وشها شوية وعلى ظهرها شوية. هنعمل بقى الرز المبهر. جبت معلقة سمنة كبيرة ونزلت فيها بعودين قرفة وورق لوري وحبهان. لو ما عندكيش قرفة اللي هي خشب دي، ممكن تحطي رشة قرفة بودر. انا جبت كده 3 كوبايات من الرز البسمتي، حوالي نص كيلو، وهقلبهم شوية كده. احنا طبعا خلينا القرفة والحبهان وورق اللوري لما ايه طلعتهم ريحتهم طلعت كده، نزلنا عليهم بالرز. انا بقول لكم الرز 3 كوبايات اهو. الرز البسمتي غير الرز البلدي. الرز البسمتي كل كوباية رز بتاخد كوبايتين مية، دول 3 كوبايات من الرز هياخدوا 6 كوبايات مية. انا نزلت كده بيهم واحدة واحدة، كوباية كوباية، عشان تبقوا عارفين يعني المقدار، مرضيش انزل بيه كله مرة واحدة بالشكل ده. وهنبهره بقى، هنحط عليها مكعب مرق ونص معلقة ملح، يعني بما يعادل معلقة صغيرة يعني. و اللهم صل على النبي. وكركم، نص معلقة كركم كده. لو عندك بودرة زعفران ممكن تحطي بودرة زعفران. وهنحط بقى البهارات رشات كده يعني، مش كتير. رشة كمون، رشة فلفل اسود، رشة كزبرة ناشفة كده، يعني البهارات المتاحة عندك. وهتسيبيه كده بقى يستوي. اول ما تلاقيه بدأ يتشرب بالمية، توطي عليه علشان ايه ما يشطش منك بالشكل ده. بعد ما استوى الرز اهو مفلفل وجميل ازاي، هندلقه بقى في السيرفيس كده كده كله. وهنظبط الطبق بتاعنا. طبعا العين بتاكل قبل البق يا جماعة. كده هنعمله كده بشكل حلو.
نجيب بقى الفراخ بتاعتنا اللي احنا عملناها. فراخ بقى، ما احنا وليمة اهي. يلا بسم الله ما شاء الله. يلا هنرص الفراخ كده بالشكل ده. استوت وكانت جميلة جدا، ولون اللون اللي في الفراخ ده من الكرملة بتاعت البصل، يعني البصل ادها لون وطعم جميل قوي. بالشكل ده كده. انا جبت، كان عندي كبد وقوانص في التلاجة، والله يا جماعة مش مكملين حتى ربع كيلو. انا شوحتهم كده مع بصلاية صغيرة، وحطيتهم على الوش كده بالشكل الجميل ده. بألف هنا وشفا يا رب. وشوية بقى مخللات جنبيها، واي نوع شوربة بالشكل ده. بألف هنا وشفا.